السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا يا هويدي ودي قناة ميكس جوانا، واللي بنتكلم فيها عن مواضيع كتير مختلفة من حياتنا. لو انتوا جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتقولوا لي رأيكم وتتابعوا كل جديد بينزل. ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة بتقول لنا إيه، ويلا بينا نضيف لمسة نور جديدة في حياتنا. الفيديو بتاع النهاردة هيبقى فيه في البداية كده أسئلة من أهم الأسئلة اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا. لو كل اللي عدى من حياتك انت ما كنتش تعرف اجابات الاسئله دي ولا كنت اكتشفت نفسك، الاسئله دي هتخليك تكتشف نفسك وتخليك تلحق الوقت اللي جاي من عمرك، تحدد فعلا انت حابب توصل لايه وتبقى فين وتبقى ايه. ما كنتش اعرف فعلا شغفي في الحياه ايه، او ما كنتش اعرف انا نفسي اطلع ايه. ما سالتش نفسي سؤال انا فعلا بحب الهندسه ولا لا. ويوم ما وقفت وسالت نفسي السؤال ده حرفيا انا اتصدمت، حسيت ان انا ما بحبهاش، او حسيت ان انا نزلتها لمجرد ان مجموعي جاب الكليه فانا دخلت الكليه. بعد كده ان انا اكتشف بقى يعني نفسي وكده، لا، كآية شخصية آية بتحب ايه، عايزة توصل لايه، ايه المهارات اللي عندها وايه الحاجات اللي عندها، او ايه حلمها اصلا، من اللي هو مش شرط نهائي يبقى هندسة. كل الحاجات دي اتصدمت لما عرفتها، وما كنتش اعرف فعلا عنها اي حاجة، ولا كنت اعرف انا حابة اوصل لايه. من اهم الحاجات اللي اكتشفت ان اي طالب او اي حد محتاج يسألها لنفسه، هو فعلا عايز يوصل لايه، او ايه هدفه، او عاوز يبقى ايه اصلا. مش مجرد ان هو دخل علمي فخلاص هيبقى متحتم عليه ان هو يا يبقى طبي يا هيبقى هندسه، او اللي دخل ادبي فهو مصيره خلاص كليات بتاعه الادبي. كل الكلام ده لا. الفكره ان انت اصلا من دلوقتي لازم تبقى عارف انت عاوز تروح فين او عاوز توصل لايه. مش مجرد ان انت دخلت مجال وزي ما هو يمشيك فانت هتمشي، لا، مفيش كده. انت من دلوقتي لازم تحدد انت حابب توصل لفين او تبقى ايه. طيب انا هعرف الحاجات دي بناء على ايه، او هعرف الحاجات دي ازاي اصلا؟ في اسئله لما تقعد تسالها لنفسك ساعتين ولا ساعه وترد بجد على الاسئله دي، تبقى قاعد لوحدك، شرط انك تجاوب عليها، انك تبقى صادق جدا جدا مع نفسك. فكره انت تضحك على نفسك انت كده بتخدعها يعني، ومحدش هيبقى شايفك وانت بتجاوب، فمش هتخجل ان انت تجاوب ايا كان الاجابات بتاعتك. اول سؤال، انت عايش ليه؟ لو هتكتب النهي بتاعك لما تموت او لما يبقى عندك 80 سنه، حابب تكتب ايه عن نفسك؟ هل مثلا هتكتب انا فلان الفلاني دكتور جامعي اتخرج على ايديا مثلا 5000 ولا عدد كبير جدا جدا من الطلبه، مثلا بتاع 100,000 ولا حاجه، اثرت في كام طالب عندي من الطلبه دول، كان ليا انجازات مش عارف في الوزاره وانجازات فين، وعملت الكتاب الفلاني وعملت البتاع الفلانيه وعندي الثروه الفلانيه. ايا كان اي معلومات عنك انت حابب يتكتب ايه؟ عاش نمله وكل سكر، ولا حابب مثلا تخرج جيل عامل ازاي، ولادك تربيتهم عامله ازاي، شكلهم عامل ازاي، لبسهم عامل ازاي، مظهرهم، كل الكلام ده. وبرضه السؤال بتاع انت ليه عايش؟ انت عايش علشان تحقق واحد اتنين تلاتة، ومن ضمن الحاجات اللي انت عايز تحققها طبعا اهدافك الدينية والدنيوية الاتنين مع بعض. بناء على الاهداف دي او الحاجات اللي انت حاسس ان انت عايش علشانها، هتكتب النهي بتاعك في الجورنال. وكده ندخل على السؤال التاني، ايه اللي انت حققته او عاوز تحققه؟ وهل القدرات اللي عندك دلوقتي حالا بتخدم اللي انت عايزه ده ولا لا؟ انت دلوقتي عايز تبقى طالب طب، هل القدرات اللي عندك حاليا تأهلك ان انت تبقى طالب طب؟ هتقول لا، انا مثلا عندي قصور لسه في الانجليش مثلا، او عندي قصور في المادة الفلانية، او الحفظ عندي مش احسن حاجة، او مشتت شوية، او لسه مش ملتزم، وهكذا. هتحط الهدف بتاعك وتشوف القدرات او المهارات اللي عندك دلوقتي حالا اللي انت بتمتلكها، هل هي بتخدم ده ولا لا؟ حد عايز يفتح بيزنس جديد او مشروع جديد، هل هو عنده المهارات اللي هتخليه تصور المنتج او يعمل المنتج اصلا ويصوره ويقدر يسوق له، يقدر يبيع، يقدر يوزع، يقدر يعمل كل الحاجات دي؟ هل عندك القدرات والمهارات اللي هتخدم الحلم بتاعك ده او المستقبل بتاعك ولا لا؟ لو انت حققت اوريدي حاجات في حياتك، فانت حققتها بأنهي مهارات؟ ايه المهارة اللي ساعدتك ان انت حققت الحاجة الفلانية؟ حد مثلا كان مبدع في حاجة ولما بدأ كان من اكتر الحاجات اللي خليته يحقق الحاجة اللي عملها دي ان هو اخد الخطوة وخلاص بدأ. ان هو ما كانش بيستحي مثلا ان هو يشتغل اي شغلانة علشان يجيب مبلغ مثلا معين علشان يشتري بيه لابتوب مثلا ويشتغل بيه مصمم او مبرمج او ايا كان. في ناس اعرفها كانت بتشتغل في محل اكسسوارات وحاجات من دي، هو كان كل شغله يجيب مصاريفه ويجيب فلوس عشان يجيب لابتوب علشان يشتغل مصمم جرافيك. من اكتر الاسئله اللي فرقت معايا في حياتي حرفيا هي ايه اكتر حاجه انت بتعملها وانت مستمتع؟ ايه الحاجه اللي لو قعدت وقت كبير جدا جدا مش هتحس بالوقت ومش هتتعب ومش هتمل، وممكن تعمل كل الكلام ده وفي الاخر ما تاخدش فلوس كمان، وهتبقى مبسوط؟ مش هيبقى فارق معاك لو ما اخدتش فلوس، لان انت اوريدي بتحب الحاجه دي، حابب تعملها اصلا.
ممكن اجابته تيجي معاك على طول، وممكن اجابته ما تجيش غير بعدها بوقت، لما تلاقي نفسك فجأة اتسحلت في حاجة، او فجأة كنت بتعمل حاجة وتلاقيك طولت كده او اخدت وقت كبير. اعرف وقتها ان الحاجة دي هي دي اللي انت شغفك فيها، هي دي الحاجة اللي انت لو عشت عمرك فعلا تعملها انت مش هتتعب. هحكي بس قصة صغيرة جدا. قصة مدير كان عندنا في الشغل، كان بيحب ان هو يشرح لنا، كان عنده علم ما شاء الله يعني كبير وربنا يبارك فيه، كان علم واسع. كان بيحب ان هو يعلمنا، وكان بيعلم اي حد جديد، ما كانش بيهمه ولا كان بيتمنظر مثلا ان هو انا المدير فانا خلاص انتوا يا دوب تشوفوني كده من بعيد لبعيد. لا، كان بيقعد معانا، كان بيذاكر لنا، وكان بيعلمنا البرامج. ممكن يقعد يعلمنا برنامج من اوله لاخره، ما كانش بيمل ابدا. كان ممكن حرفيا يقعد من اول ما ننزل الشغل من الساعه 9 مش لاخر الشفت او مش لاخر وقت الشغل اللي هو الساعه 4، لا كان ممكن يقعد لحد المغرب ولحد العشاء بيشرح حاجه معينه، او مندمج في الشرح، او مندمج في برنامج معين، وما كانش بيمل خالص. لما انا بدات اسال نفسي السؤال ده، او اركز في السؤال ده مع نفسي ومع غيري، اكتشفت ان هو شغفه في التعليم، او ان هو شغفه ان هو يشرح لحد فعلا حاجه، بلس ان هو شغفه انه يتعلم برضه. لما كان بيقعد وقت كبير جدا يتعلم كورسات ما كانش بيمل وما كانش بيتعب، بلس ان هو لما كان بيعلم حد اللي هو اتعلمه ما كانش بيتعب خالص. كنت فعلا مجزمة ان هو لو اشتغل في التدريس او ان هو يدي كورسات يعني هندسية وبرامج والجو ده، الموضوع هيظبط معاه جدا. حاجة هو بيحبها بجانب برضو شغله، مش ان هو هيسيب شغله، بس بجانب الشغل بتاعك ايه الحاجة اللي انت هتعملها وتكون مستمتع بيها ومبسوط، وفي نفس الوقت ممكن تجيب لك فلوسا. من اقوى الحاجات اللي انت ممكن تعملها في حياتك ان انت تختار حاجة انت بتحب فعلا تعملها وبتبقى مستمتع جدا وانت بتعملها، بالتالي هتبدع فيها. واي بيزنس ناجح هو اللي اصحابه بيبقوا مبدعين وبيبقوا مخلصين، وبيبقوا فعلا لما بتدور ورا الاستاف بتاع البيزنس ده بتكتشف ان هم فعلا شغفهم وحبهم الكامل للموضوع هو اقوى حاجة ميزتهم عن اي مجال تاني او اي بيزنس تاني. فانت على الريتم ده انت لازم تدور ايه الحاجة اللي في حياتك اللي انت بتحب تعملها، ولو قعدت فيها وقت كبير جدا مش هتزهق ومش هتتعب. فالسؤال ده عميق جدا جدا، محتاج ان انت تفكر فيه كتير، محتاج تشوف ايه الحاجة اللي انت لو قعدت تعملها وقت كبير جدا من غير مقابل مش هتتعب ومش هتمل، بالعكس انت هتبقى مستمتع جدا وانت بتعمل ده، وعندك استعداد ان انت تقضي وقت اطول ووقت اكبر وتروح تساعد غيرك حتى لو من غير مقابل. السؤال الرابع، ايه هي نقط القوة اللي عندك وازاي ان انت تستفيد منها؟ وايه هي نقط الضعف بتاعتك وايه الاسباب بتاعتها وازاي هتحلها؟ طبعا ده سؤال لولبي يعني، لان هو كان يعني في اكتر من سؤال مع بعض. بس ايه هي نقط القوة اللي عندك؟ ايه الحاجة اللي انت حاسس ان هي اللي ممكن تميزك عن غيرك؟ برضو دي بتخدم شوية على السؤال اللي فات، بس ممكن حد يقول لي انا عندي مثلا شوية، فانت ممكن تستخدم دي كنقطة قوة في ان انت تعند على نفسك في المذاكرة. ما انتش ايمن لما تخلص البتاع الفلاني، وما انتش ماسك الموبايل لما تخلصها ويانا ينت، ده لنفسك، انت بتقول كده لنفسك. فتستخدم العند ده ممكن يبقى من نقطة ضعف ان انت تحوله لنقطة قوة، ان انت تعند على نفسك في الحاجات الكويسة، تعند على نفسك في اي مثلا اي عادة سيئة او اي حاجة وحشة انت بتعملها، في ان انت تقاومها او في ان انت تتخلص منها. فحاول تفكر في نقط القوة اللي عندك ونقط الضعف، وايه اسباب وجود كل واحدة فيهم، وازاي نحن نستفيد منهم او نتجنب نقط الضعف. السؤال الخامس، وده برضو سؤال يعني مهم جدا جدا، وانا بجمع الداتا دي اصلا السؤال ده فرق معايا انا شخصيا، وحسيت ان انا لا لازم اخد وقت مع نفسي عشان اجاوب برضو على الاسئله دي. بس انا الحمد لله كنت عارفه السؤال ده من بدري. ايه هي الصفات اللي بتعجبك في الناس، في غيرك من الناس، وليه الصفات دي بتعجبك فيها؟ لازم تجيب ناس قديمة من التاريخ مثلا، أو ناس ممكن تكون ماتت، أو ناس ليها أثر معين زي مصطفى محمود مثلا، وتجيب ناس من الوقت الحالي انت بتتابعهم او هم موجودين في محيط الدايره بتاعتك او في محيط التعاملات بتاعتك، وانت بتحبهم او بتعجب بصفات معينه فيهم. شخص معين تقول والله ده انا بحب الحكمه اللي فيه قوي، او شخصيه مثلا بحب المرح اللي فيها، او بحب ان هي شخصيه صادقه يعني لو حتى لو هتقع في مشكله بس هي بتبقى ما بتكذبش مثلا. والله انا بحب في الشخص الفلاني ان هو طموح، بحب في الشخص الفلاني ان هو نجح وان هو عمل حاجه والقناه بتاعته اتشهرت مثلا في وقت قليل، او ان هو فعلا بيقدم خدمه للناس او مساعده للناس. كل الحاجات دي هتخليك تكتشف صفاتك انت اصلا عامله ازاي، او ايه الحاجات اللي انت بتحبها في نفسك اصلا. لما بتنجذب لحد في صفه معينه تاكد ان الصفه دي موجوده عندك، او تاكد حبك الشديد للصفه دي ان هي تبقى موجوده عندك، سواء انت تشتغل عليها ان انت تخلقها عندك من الاول او تنمي الجزء ده عندك،
او ان هي اصلا اوريدي موجوده ومدفونه وانت ما تعرفش عنها حاجه، بس هي ظهرت في مقابل ان انت معجب بالشخص الفلاني ان هو بيعمل الحاجه دي. فصدقوني ده سؤال مهم وفرق معايا انا شخصيا لما عرفت ان انا بحب اساعد الناس وبحب اتكلم معاهم واحل معاهم مشاكلهم، وقد ايه بجد بجد انا ببقى متضايقه جدا وشايله هم الشخص اللي بيمر بمشكله معينه او بازمه معينه. بحس ان انا اللي بمر بيها مش ان هو اللي بيمر بيها بامانه. بحس ان الموضوع لا، لازم اقدم حاجه، لازم فعلا اساعد، لازم يبقى ليا بصمه، لازم يبقى ليا دور، مش مجرد موجوده كده وخلاص. ممكن اروح مع حد مشاوير بجد، وممكن اصرف من جيبي فلوس، ممكن اعمل اي حاجه، بس مقابل ان انا احس ان الشخص ده انا فعلا ساعدته في المشكله اللي هو بيمر بيها، او ان انا فعلا قدمت له حاجه. وده اللي خلاني اتعرف على مجال اللايف كوتشنج واحب ناس في اللايف كوتشنج. وفعلا فعلا يعني بأسعى جاهدة ان انا اكون لايف كوتش كبير، واقدر فعلا ادي بصمة للناس اللي حواليا واساعد فعلا في حياتهم، حتى لو من غير مقابل مادي او بأقل القليل. بس انا فعلا فعلا بحب مجال المساعدة جدا، وده عرفته لما اكتشفت حبي للناس اللي في المجال ده اصلا، ولما اكتشفت ان دي حاجة انا فعلا بقضي فيها وقت كبير وما عنديش فيها اي مانع ان انا تبقى من غير مقابل، وفي نفس الوقت تاخد مني مجهود بس انا بخرج منها راضية جدا عن اللي انا عملته واللي انا قدمته. السؤال السادس: مين الشخص اللي ليه اثر كبير في حياتك وليه؟ ليه تحديدا؟ عمل لك ايه علشان يكون ليه الاثر الكبير في حياتك؟ ممكن يكون اختك، ممكن يكون حد من العيله، ممكن يكون باباك او مامتك، ممكن يكون مدرس، ممكن يكون حد انفلونسر او حد على اليوتيوب او حد اونلاين يعني انت بتتابعه. شوف مين الشخص اللي ليه اثر كبير في حياتك وعمل ايه تحديدا علشان يكون ليه الاثر ده. وممكن على فكره في ناس تبقى ليها اثر سلبي واثر ايجابي، بس حاول تشوف اللي كان ليه اثر ايجابي في حياتك، او ساعدك بشكل معين، او قدم لك خدمه بشكل معين، او نفسه لحد الان يقدم لك مساعده، او ما عندوش مشكله ان هو يديك من وقته ويديك من تفكيره ويخرج معاك في مقابل ان هو فعلا يساعدك، وبالتالي هو اكيد كان ليه اثر او بصمه في حياتك. سابع سؤال: لو كان معاك كل الفلوس وكل الإمكانيات اللي ممكن تحتاجها علشان تعمل حاجة معينة، إيه الحاجة اللي أنت كنت هتعملها؟ لو أنا أو أنت يعني لو معانا $1,000,000 هنعمل بيهم إيه؟ هتعمل بيهم إيه دلوقتي حالا؟ هل مثلا هتروح تشتري لبس وتجيب عربية وتشتري بيت وتخلي البيت ده بديكوريشن أيا كان؟ ولا هل مثلا هتفكر في ان انت تستثمر في مشروع معين؟ او هل هتنمي حاجة انت كان نفسك فيها ونفسك تعملها، او تفتح مشروع او بيزنس انت كان نفسك فعلا تعمله، بس الحاجة الوحيدة اللي موقفاك ان انت ولا معاك وقت ولا معاك فلوس؟ فهل لو الحاجات دي فعلا متاحة وموجودة معاك دلوقتي حالا ومتوفرة، ايه الحاجة اللي كنت هتختار ان انت تعملها، او ايه الحاجة اللي انت كنت هتروح تعملها دلوقتي حالا؟ طيب السؤال الثامن: ايه الحاجة اللي انت بتقدمها للي حواليك ليها أثر جميل أو مساعدة قيمة بتقدمها لغيرك؟ سواء بتساعد أخوك الصغير في إنه يعمل الواجب، بتقعد معاه تلعب معاه، بتلعب معاه حلو، بتستمع ليه حلو، بتبقى منصت وانت بتتكلم معاه، بيحب يقعد معاك، حد من جيرانك بتحب تقدم له خدمة معينة أو تساعده بشكل معين، حد من أهلك، مامتك، باباك، أيا كان. إيه الحاجة اللي انت بتقدمها للي حواليك وليها أثر جميل؟ سواء بتساعد ناس محتاجة، ناس أيتام، بتتبرع في جمعية خيرية بتقدم فيها، أيا كان الحاجة اللي انت بتعملها. السؤال التاسع: ايه الفجوة اللي بيني وبين الحاجة اللي أنا حابب أوصل لها أو إن أنا أبقى عليها في المستقبل؟ الفجوة الحالية اللي بينك وبين إن أنت تبقى في طب، أو إن أنت تدخل الكلية اللي أنت عايزها، أو إن أنت يعني تبدأ في البيزنس أو المشروع بتاعك اللي أنت حابب تبدأه. هل مثلا المشروع محتاج إن أنت يبقى معاك مهارات تصوير، مهارات مونتاج، مهارات في صناعة المحتوى بصفة عامة؟ فتبقى هي دي الفجوة اللي بينك وبين تحقيق الحلم مثلا، او ان انت ازاي تنتشر بين الناس والناس تعرفك اكتر او تعرف الخدمة اللي انت بتقدمها اكتر، وهكذا. ايه الفجوة اللي بينك وبين الكلية اللي انت حابب تدخلها او اللي انت حابب تبقى فيها في المهارات بتاعتك دلوقتي؟ هتحتاج مثلا تتأسس انجليش كويس، فهتشتغل على نفسك في الانجليش اكتر. لازم تحدد الفجوة او الحاجة اللي معطلاك عن اللي انت عايز توصل له واللي انت عايز تبقى عليه. تمام؟ دي هتفرق جدا في ان انت تحدد نقط الضعف اللي عندك او المشكلة اللي عندك، وده برضو بيخدم على الأسئلة اللي فاتت. السؤال العاشر: الأهم من الهدف هو الأدوات والمهارات اللي هتوصلك للهدف بتاعك. برضو بيخدم على السؤال اللي فات: ايه العيوب اللي منعاك حاليا من تحقيق الهدف بتاعك؟
انا دلوقتي شخص نفسي ابقى في طب، او نفسي ابقى في الكليه الفلانيه، او نفسي ابقى في البيزنس الفلاني، بس انا عندي عيوب، مش ماشي بالترتيب وبنظام وبالراحه كده في الحاجات اللي انا اللي هتوصلني فعلا، مش باسس نفسي في الحاجات اللي انا ضايع فيها او اللي هي ممكن تاثر عليا بالسلب في تحقيق الهدف بتاعي. مثلا بسوف كتير، مش باخد خطوه تجاه المشروع اللي انا عايز اخده، مش بنزل وبلف في الشارع وبدور وبشوف كل المنافسين وبشوف انا ايه اللي انا اقدر اقدمه للناس، واتعلم في التسويق واشوف حتى ناس في التسويق يقدروا يساعدوني. كل الكلام ده، شوف كل الجوانب او كل المهارات او كل الادوات، المهارات والادوات اللي هتكون عندي او اللي انا لازم اكتسبها او اللي انا لازم حتى اجمعها من الناس اللي حواليا، بحيث ان هي تخدم برضو على الهدف بتاعي. او الفتره اللي احنا فيها دي انا عامله كامب كده، حاسه ان انا في معسكر كامل خاص بان انا انزل المحتوى بتاع ثالثه ثانوي. ما حبيتش ان انا ارمي لكم الاسئله او المعلومات واطلع اجري. بجد الاسئله هتفرق في حياتكم جدا جدا. حبيت ان انا استفيد فيها شويه لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. احنا كده خلصنا الجزء اللي ممكن اي حد يتفرج عليه، سواء طالب ثانويه عامه، وده الاهم، والحفله معموله على الشرف، ويعني برضو هتفيد كل الناس، هتفيدهم بشكل عملي جدا في حياتهم، سواء هم خارجين جامعه او ان هم حتى اصحاب بيزنس او اهالي او ناس كبرت يعني في السن. الاسئله دي بجد هتفرق معاكم جدا. ومن اقوى الحاجات اللي الاسئله دي هتفرق معاها ان لو احنا كنا ماشيين في حياتنا اللي فاتت من غير ما نعرف الحاجات دي، صدقوني هنكتشف نفسنا في حته تانية وفي مجال تاني وفي شغف تاني لحاجه تانية احنا حابين نعملها. بعد ما هنجاوب على الاسئله دي او نفكر فيها بشكل تاني مختلف، هنحس ان احنا حياتنا اللي جايه او نص الحياه اللي جاي بعد ما نعرف اجابات الاسئله دي هيتغير تماما، وهتبقى ماشيه في تراك تاني ان شاء الله. خلينا ندخل في الجزء الثاني بتاع باقي المنهج. وانا كنت نزلت فيديو كل المواد الأساسية بتاعة علمي وأدبي، لو انت ما شفتوش ممكن ترجع تاني تشوف فيديو. دلوقتي جه دور المواد التخصصية بتاعة كل قسم. أنا كنت بدأت أجهز التجهيزة دي قبل القرارات بتاعة الوزارة، ودلوقتي احنا بعد القرارات الجديدة للوزارة. كل اللي هيتغير فكرة الفوكس بتاعك أو تركيزك الكبير قوي على جيولوجيا مثلا اللي كانت هتاخده منك، هي بس الرهبة والرعب بتاعك منها خف، لا اكتر ولا اقل. بس هي الماده انت هتذاكرها، هتروح عند المدرس اللي انت كنت ناوي تاخد عنده زي ما انت بالظبط. الفرنساوي نفس النظام، كل ده هتنتظم فيه زي ما انت بالظبط. هتمشي معاهم بالراحه واحده واحده علشان تقدر ما تراكمش على نفسك. دي من اهم النصايح اللي طلبه ثالثه ثانوي كلهم نزلوها، ان انت ما تراكمش على نفسك. وكل ده هنتكلم عليه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بتاع الانتاجيه. فكل اللي انت هتعمله هو ان انت مش هتعمل حاجه. الخوف بتاعك ده حاول ان انت تقلله على قد ما تقدر. حاول ما تخافش من القرارات الجديده. هي ايوه للاسف ممكن ما تبقاش بنسبة كبيرة جدا في صالح الطالب، خصوصا ان هي ممكن تكون سببت رعب او خوف شوية في الطلبة او عملت رهبة، بس علشان هي جت في وقت مش وقتها خالص، وترتيب ما كانش في الحسبان يعني بالنسبة للطلبة ولا المدرسين ولا لأي حد. بس anyway ده خلاص واقع وحصل. فكل اللي احنا علينا ان احنا نتأقلم معاه ونتعامل معاه. هنتعامل معاه على ان احنا هنركز شوية في المواد اللي هي خلاص بقت أساسية علينا. المواد اللي ما بقتش أساسية برضو هنركز معاها، بس الخوف منها هيبقى أقل شوية، فنحس ان الاسترس قل شوية. وغيرك كتير من الدفعات اللي فاتت، في ناس كان بيحصل عليها القرارات الجديدة كل دفعة وكل سنة وهي لسه داخلة ثالثة ثانوي، وكانت برضو بتنجح وكانوا بيجيبوا مجاميع كبيرة جدا وكانوا بيدخلوا كليات. فما تخليش ده يحبطك، ما تخليش ده يسبب لك يأس، يسبب لك كسل أو خمول. كمل زي ما انت. خطواتك دلوقتي اللي انت بتبنيها هي ستيبس صغيرة، بس هي دي اللي هتوصلك بعدين. وما تعملش أصلا غيرها، ان انت تمشي واحدة بواحدة في المنهج بتاعك. تمام. دلوقتي خلونا ندخل في المنهج. الأجزاء التخصصية دي الأحياء، دي كل الناس اللي أنا لقيتها بتشرح فيها، سواء أنا ذكرت اسم مدرس بس وذكرت مثلا أي حاجة دي كبلاي ليست، وأنت ما لقيتش حاجة في المنهج بتاعه، فأعرف إن هو مش منزل شرح كامل على الشانل بتاعته على اليوتيوب. بس في ناس أنا لقيت بصراحة شرح الأحياء كامل مكمل لناس كتير جدا. أنت بس هتدخل تشوف اسم الحاجة اللي انت عايز تدور عليها أو اسم المادة. بجد بجد الأحياء كلها بلا استثناء موجودة على اليوتيوب. فده مرجع كويس جدا ليك، سواء انت حابب تكتفي بيها، وده هتبقى انت كده يعني بطل خارق بجد، هتبقى يعني حد تحفة وتسلم لو انت عملت او خدت قرار زي ده وانتظمت فيه فعلا. او ان انت هتاخد مع حد تاني خارجي وهتتابع برضو مع اليوتيوب وتظبط، تخلي الحاجات اللي تقع منك تظبطها تاني من اليوتيوب. في دكتور احمد الجوهري ده شارح احياء ثالثه ثانوي، وشارح من السنتر 2000 شرح 2023، وشرح المنهج كامل بتاع النظام الحديث. محمد أيمن ده برضو لقيته شرح أحياء ثالثة ثانوي 2024 و23.
كل دي بلاي ليستات جاهزة، انت هتدخل عليها هتلاقي كل شرح كل درس هو مسميه، وهتدخل عليه دايركت على طول. برضو حسام عيسى ده كان شارح جزء بسيط قوي، ده كان من ضمن الناس. فانت ما هو مش منزل حاجة على الشانل بتاعته، يعني كل حاجة تقريبا اشتراك منصات وكده. وفي إيمان حسن دي برضو لقيتها شارحة حاجات كتير وبجد تحفة تحفة تحفة. في أحمد غريب ده، وفي عمرو اسكندراني، وفي عبد الوهاب حمدي اسمه دكتور هوبة تقريبا. هقول تاني ان وارد جدا ان انا انسى حاجة او انسى مدرس انتوا تعرفوه، ممكن تقدروا تضيفوا اللي انتوا عايزينه. بس بصراحة دول يعني كانوا شارحين كل حاجة، وناس كانت بتشكر فيهم بشكل كبير. انا شخصيا لما بدأت اشوف التشانل بتاعتهم واقلب فيهم شوية، حسيت ان انا ارتحت لهم وارتحت لشخصياتهم، وان هم شخصيات بجد كويسة يعني. الجيولوجيا طبعا في جيو ماجد، ده من اكتر الناس اللي اتشهرت في الجيولوجيا لدرجة ان انا اساسا حلمت بيه، وحلمت ان انا بتعاقد معاه وبتعامل معاه، ويعني حاجة كده رهيبة يعني. في بلاي ليست كاملة ليه اسمها منهج الجيولوجيا في حدوتة. هو جايب كل شابتر وبيحكيه كده ايه كحدوتة كده، اللي هو في ساعة او ساعتين تقريبا، بس هو كويس يعني. ده المنهج كله تقريبا. في حد تاني منزل الشرح بتاعه 2025 بتاع السنة دي، بس دي قناة تانية فرعية، فبرضه ممكن تتابعوا معاه. في ندى المشير اللي هي تبع التشانل بتاعت التشانل اللي اسمها الخطة الجيولوجيا. في واحد اسمه يوسف مادي، شرح الأحياء والجيولوجيا 2025، ده منزل الشرح بتاعها جديد، وده شكله مدرس جديد وبدأ ينزل الشرح بتاعه، فبرضه ممكن تتابعوا معاه. كل دي بلاي ليست هتلاقيها بالاسم بتاعها على اليوتيوب بالظبط. بص بقى يا سيدي، بالنسبة تحديدا بس الحتة بتاعت حيدر محمد ده، نفس البلاي ليستات دي أنا واخداها بنفس الاسم بالظبط من عنده من على التشانل. لما بدأت أدخل بعد القرارات الجديدة وأنا بريفرش كده وبكمل داتا ومش عارف إيه، لقيت إن هو لاغي البلاي ليستات دي. فأنت في الغالب مش هتلاقي البلاي ليستات دي موجودة، بس أنا سبتها عشان يعني لو هو فكر يرجعها تاني، بس أنا مش عارفة، هو كده تقريبا المفروض لغاها خالص. المهم هتدخل على الشانل بتاعته، وأنا طالما في تحت اسمه خط فهو كده ده لينك للشانل بتاعته، ده في هنا كده لينك، لو ضغطت على الاسم بتاعه هو شخصيا هيطلع لك اللينك بتاع الشانل بتاعته. ومنزل أول محاضرة ليك في المنهج 2025. طيب هندخل في الماث بالنسبة لعلم الرياضة، في جبر وتفاضل وتكامل وديناميكا واستاتيكا وهندسة فراغية. عاوزة أقول لكم إن أنا كنت علم رياضة، وكنت بحب يعني لما أنا جيت أعمل البلاي ليست دي كانت يعني محببة على قلبي قوي. حاسة إن هي فكرتني بحاجات كتير، وفكرتني بأستاذ حسين الله يرحمه. أنا بحب الرياضة قوي، وبجد جميلة والله العظيم، جميلة وممتعة جدا جدا جدا. انت بس بتحل وبتقعد تحل أفكار. وفعلا من الناس اللي قالت عليها أو اللي قالت عن إن مذاكرتها ممتعة، إن انت بس بتقعد تشغل دماغك جامد جامد فيها، وفي نفس الوقت انت بيجيلك فعلا شوت دوبامين تعلى لما انت بتحل فعلا مسألة. فلا بجد جميلة. لقيت الناس دي كلها بتشرح. في سعد عبد الموجود ده من الطب اللي الناس رشحته يعني جامد، وفي أسامة سعد ده برضو حطيت لكل واحد فيكم سواء التشانل بتاعته أو بلاي ليست من اللي هو منزلها. بصراحة الناس دي كلها شرحة كل الأجزاء. هتدخل تدور على الحاجة اللي انت عايزها أو الفرع اللي انت عايزه، وهتلاقي كل الحاجات بتاعته مشروحة عليه. برضو في ناس منزلة كورسات تأسيس زي المهندس أحمد عصام ده، وفي ناس تانية برضو منزلة محاضرات تأسيس زي لطفي زهران. مش عيب أبدا لو انت واقع منك أي حاجة في الرياضيات قديمة، لأن هي معتمدة على التأسيس القديم وعلى إعدادي وكده، وبعض النظريات إن انت ترجع تاني للناس اللي بتشرح مواد اعدادي وتاخد النظريه دي منهم وتفهمها. مش عيب خالص خالص، بالعكس انت هتساعدك كتير. غير ان كمان المنهج بتاع اولى اعدادي والسنين القديمه دي كلها المنهج بتاعهم بيبقى موجود فري على اليوتيوب، فانت ما فيش عندك حجه يعني. طيب دلوقتي هندخل في المواد الفلسفيه كامله، وده هيبقى كل الفروع بتاعه الأدبي اللي كانت باقيه. نادر جورجي ده ويعني وسماح صبحي شكلهم من الناس اللي خربانه زي جيو ماجد كده. علم النفس والاجتماع مستر محمد علي نفس النظام، وفي طه رمضان، وهكذا كل الأسامي الباقية. لحد هنا احنا خلصنا الجزء الثاني بتاع المنهج. أتمنى بجد إن أنا أكون ساعدتكم، أتمنى إن أنا أكون قدمت لكم حاجة أو سهلت عليكم في السيرش. بجد السيرش أخد مني وقت كبير ومجهود كبير. لو الموضوع فاتكم اكتبوا لي في الكومنتس رأيكم إيه في اللي أنا عملته، أو أنتوا حابين أصلا نضيف إيه ونتكلم في إيه تاني جديد. وأتمنى إن أنتوا بجد تجاوبوا على كل الأسئلة اللي احنا اتكلمنا فيها. أتمنى كمان إن أنتوا تقلبوا فعلا في البلاي ليست دي وتتفرجوا في كل حاجة أنا ضفتها، أو في المدرسين دول هتاخدوا فكرة عامة عن كل المدرسين، وبالتالي هتقدروا تحكموا انتوا هتاخدوا اونلاين ولا اوفلاين، وهتبدأوا تشوفوا مين أنسب حد انتوا ارتحتوا بالشرح بتاعه، وتقرروا ان انتوا تكملوا معاه. فلحد هنا احنا كده خلصنا. هنبدأ بعدها ندخل في فيديوهات تانية قيمة وكويسة جدا وفيها نصايح كتير وجميلة ليكم. أتمنى ان انتوا تكملوا وتتابعوا كل حاجة بتنزل، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله على خير.